السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في درس جديد من دروس النحو. هناخد النهاردة بإذن الله تعالى الفعل الماضي. الفعل الماضي يا صديقي قال لك ببساطة هو فعل حدث وانتهى. هو فعل حصل وإيه؟ حصل وخلص. زي إيه يا صديقي؟ زي لما أجي أقول لك أكل. أكل ده حاجة حصلت وإيه؟ وخلصت. هو كل وخلص. شرب، شرب وخلص. حضر، حضر وخلص. تمام. اذا كل الافعال الماضيه هي حاجه حصلت وايه وانتهت. طيب زي لما اجي اقول لك لعب، زي لما اجي اقول لك ذاكر. تمام. يبقى الفعل الماضي هو فعل حدث وانتهى. طيب ايه تاني في الفعل الماضي يا صديقي؟ عاوزك تعرف يا صديقي ان الفعل الماضي دائما مبني. يعني دايما في اعرابه انا ما بقولش فعل ماضي مرفوع او منصوب او مجرور او مجزوم. امال انا بقول ايه؟ انا بقول يا صديقي ان الفعل الماضي دائما مبني. يعني انا هعرف كده فعل ماضي مبني، فعل ماضي مبني. طيب الفعل الماضي يا صديقي مبني على ايه؟ صلى على رسول الله. اول حاجة من علامات بناء الفعل الماضي ان هو بيكون مبني على الضم. طيب امتى الفعل الماضي بيكون مبني على الضم؟ الفعل الماضي يا صديقي بيكون مبني على الضم اذا اتصل به واو الجماعة. تمام. واو الجماعة في الفعل الماضي بيبقى شكلها كده عبارة عن واو ايه والف بتدخل على الفعل الماضي. زي مثلا الكلمة زي كلمة اكل. ادي اكل اهيت وهزود عليها الواو والالف فتبقى اكلوا. دي اسمها واو الجماعه. طيب فعل زي اكلوا داخل عليه واو الجماعه وهيعرب ايه؟ هقول له كده ده فعل ماضي مبني على الضم. طيب ليه؟ لانه متصل بواو الجماعه. طيب هي واو الجماعه دي عباره عن ايه يعني عباره عن ايه؟ قال لك ببساطه هي عباره عن ضمير. طيب هل الضمير ده ليه اعراب؟ واو الجماعة هنا ضمير مبني في محل رفع فاعل، لان واو الجماعة من ضمائر الرفع. طيب اديني مثال كمان. زي لما اجي اقول لك يا صديقي مثلا الطلاب ذاكروا. حلو كده. فين هنا الفعل الماضي؟ الفعل الماضي عندي ذاكروا. هي عبارة عن ذاكرة زائد الايه؟ زائد واو الجماعة. طيب هتعرب ايه؟ قال لك هتعرب فعل ماضي مبني على الضم. ليه؟ هقول له لأنه متصل بواو الايه؟ الجماعة. طيب واو الجماعة دي بقى هتعرب ايه؟ قال لك ببساطة يا صديقي هتعرب ضمير مبني في محل رفع فاعل. طيب تعالى للنوع التاني من انواع بناء الفعل الماضي، وقلنا ان الفعل الماضي بيكون مبني على السكون. طيب الفعل الماضي امتى بيكون مبني على السكون يا صديقي؟ قال لك بيكون مبني على السكون في 3 حالات: اذا اتصل ب تاء الفاعل او نا الفاعلين، والحاجة التالتة اسمها نون النسوة. طيب تاء الفاعل يعني ايه تاء الفاعل؟ قال لك ببساطة انا اللي عملت. تاء الفاعل بتعبر عني انا او بتعبر عنك. يعني انا ممكن اقول لعبت. تمام، دي تاء فاعل. او لعبت، او لعبتي. دي كده اسمها تاء ايه؟ تاء الفاعل. لعبت، لعبت، لعبتي. طيب التاء ديت يا صديقي هتعرب ايه؟ قال لك زي ما احنا عربنا اهو الجماعه. يعني التاء ديت هتكون في محل رفع ايه؟ في محل رفع فاعل. يعني لو انا قلت لك مثلا شربت مثلا العصير. تمام. تعالى نعرف كده. هقول اني شربت ده فعل ماضي مبني على السكون. ليه؟ لأنه متصل بتاء الفاعل. طيب تاء الفاعل ديت هتعرب ايه بقى يا صديقي؟ قال لك تاء الفاعل دي هتعرب ضمير مبني في محل رفع فاعل. تمام. ده كده بالنسبة لتاء الايه؟ الفاعل. طيب تاء الفاعل انا اللي عملت، ان الفاعلين احنا اللي عملنا.
هقول ايه؟ هقول مثلا لعبنا، شربنا، حضرنا، ذاكرنا. طيب ده هيعرب ايه؟ قال لك ببساطة لعب او شرب او لعبنا او شربنا ايا كان، هيعرب فعل ماضي مبني على السكون. حلو. طيب ونال فاعلين، قال لك نال فاعلين ديت يا صديقي هتعرب ضمير مبني في محل رفع فاعل. تمام كده؟ تمام. نيجي لتالت حاجة ألا وهي نون النسوة. نون النسوة عبارة عن نون بتلزق في الفعل المضارع، في الفعل الماضي أو المضارع أو أمر، بس احنا دلوقتي في الماضي. طيب نون النسوة أعرفها ازاي؟ هلاقي في الجملة فرع من النساء. يعني ايه فرع من النساء؟ جمع مؤنث سالم، سواء كان جمع اسم عادي ظاهر أو ضمير. يعني أنا ممكن أقول لك كده الطالبات، تمام، ذاكرن، تمام، او هن مثلا لعبن. طيب تعالى نعرف. هقول له ان ذكرنا هنا فعل ايه؟ فعل ماضي مبني على السكون. ليه مبني على السكون؟ لانه متصل بنون الايه؟ النسوة. طيب نون النسوة ديت هتعرب ايه يا صديقي؟ قال لك هتعرب ضمير مبني في محل رفع فاعل. كذلك الأمر بالنسبة لكلمة لعبنا، فعل ماضي مبني على السكون، والنون ضمير مبني في محل رفع إيه؟ فاعل. آخر حاجة بقى يا صديقي في الفعل الماضي إن هو بيكون مبني على الفتح. لحد سنة 6 ابتدائي حضرتك معاك إن الفعل الماضي مبني على الفتح. تمام، يعني انت معلكش اذا كان مبني على الضم او مبني على السكون في سنة يعني في المرحلة الابتدائية، ولكن للعلم بالشيء، ولكن من الاعدادي انت كده كده عليك. تمام. طيب مبني على الفتح امتى؟ لو ما اتصلش بيه لا واو الجماعة ولا ألف الاثنين ولا هي المخاطبة ولا نون النسوة. طيب يبقى مبني على الفتح إذا لم يتصل بشيء من السابق. تمام. زي ايه؟ زي لما اجي اقول لك مثلا كتب، تمام، ده فعل ماضي عادي جدا، هيعرب ايه؟ قال لك هيعرب فعل ماضي مبني على الايه؟ على الفتح. طيب لما اجي اقول لك الولدان كتبا، طيب كتب ديت موجود فيها ايه؟ موجود فيها الف الاثنين. اذا هل هتكون مبنيه على السكون او مبنيه على الضم؟ طبعا لا، لان اتفقنا ان مبني على الضم لو اتصل بواو الجماعه، ومبني على السكون لو اتصل بتاء فاعل نافع لانه النسوه. ما جبناش سيره الف الاثنين. اذا ده فعل ماضي عادي، هيتعرب ايه؟ قال لك هيتعرب فعل ماضي مبني على الايه؟ على الفتح، والف الاثنين ديت ضمير مبني في محل رفع ايه؟ في محل رفع فاعل. وبكده يا صديقي نكون خلصنا الفعل الايه؟ الماضي. تم بحمد الله. في نهاية حصتنا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.